ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنكمل مع بعض باقي التفريزات. معايا دبابيس فراخ كده زي ما انتم شايفين، ما شاء الله. جبتها غسلتها وفتحتها كده بالسكينه من تحت الجلد. يلا نعمل التتبيله. عباره عن معلقه من الصلصه وكوبايه من الزبادي ونص عصير نص ليمونه. والبهارات عباره عن هقول لكم نص معلقه من كل حاجه ما عدا الملح، معلقه صغيره. تمام. نص معلقه من البابريكا، نص معلقه من التوم البودر، نص معلقه من البصل البودر، ربع معلقه من الفلفل، نص معلقه من الكاري، نص معلقه من بهارات الفراخ المشكله. بضيفهم كده زي ما انتوا شايفين، وببتدي ان انا اضيف كمان عليهم حوالي 3-4 معالق من الزيت، وبدي تقليبه. تمام. عايزه اقول لكم ان التتبيله دي خطيره، طعم ونكهه ولون جميل جدا. قلبتها كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين ابتديت ان انا انزل بالدبابيس بتاعتي كده، وان انا اتبلها كويس واتاكد ان التتبيله دخلت جوه الشقوق اللي انا عاملاه. تمام. زي ما انتوا شايفين، بصوا الجمال، تتبيله خطيره. تقدري بقى تعمليهم مشويين في الفرن، تقدري تعمليهم في صينيه بطاطس، ليها كذا طريقه. زي ما انت حابه تقدري تحطيها على خضار مشكل، زي ما انت حابه تعمليهم. عايزه تشويهم كده بس في الفرن، مفيش اي مشكله. جربوا التتبيله دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. بعد كده بجيب العلبه اللي انا هشيلهم فيها، وببتدي ان انا ارصهم كده زي ما انتم شايفين، وبنزل عليهم بباقي التتبيله. بس كده، وبقفل العلبة وبكتب على التيكت بتاعي، وبنزعه عليهم عشان ابقى عارفة دي تتبيلة ايه، او نوع الفراخ ايه، عشان لما بتدخل الحاجة التلاجة او الفريزر شكلها بيتغير لما بتتجمد. وكده عملنا اول تتبيله. نيجي لتاني تتبيله. عباره عن ايه؟ معايا بصلتين كبار مفرومين، معاهم 5 فصوص من الثوم وطماطمايه واحده، ضربتهم مع بعض في الكبه كده زي ما انتم شايفين. هننزل عليهم بالبهارات بتاعتنا سهله قوي، ملح وفلفل وبابريكا ومش بهارات فراخ، ملح وفلفل وبابريكا وبهارات فراخ. هننزل عليهم كمان بعصير نص ليمونه، ومعلقتين من الزيت، ومعلقه كبيره مليانه من العسل الابيض. بجد التتبيله دي في حته تانية خالص، لازم تجربوها. التتبيله دي بالنسبه لي تتبيله معتمده جدا، بتودي الفراخ في حته تانية خالص، وتنفع على اي نوع فراخ انت هتعمليه. تمام. بنقلب كويس جدا، بنقلبهم مع بعض، نخلطهم عشان العسل بتاعنا يفك ويدوب كده وسطهم. بجيب بقى عندي فخاد الدجاج، فخاد كده زي ما انتم شايفين، اللي هي بقيه الورك. ببتدي ان انا اتبلها كده زي ما انتم شايفين من تحت الجلد، طبعا غسلاها ومفتحاها وعامله فيها خروم. بتبلها كويس كده زي ما انتم شايفين من تحت الجلد ومن فوق الجلد، وابتدي ان انا ادعكها كويس كده. تمام. جربوا التتبيله دي حلوه قوي. تنفع بقى تعمليها مشويه، بتدخليها الفرن، تنفع تتعمل كل عايزه شويه على الفحم شغال، هتدخلها الفرن شغال، هتعمليها جنب اي اكل شغال. طبعا مش هتتسلق، انا من النوع اللي بحبش اسلق الفراخ قد كده. تمام. ببتدي اجيب العلب بتاعتي واوزعها بقى كميات على حسب عدد افراد الاسره، او كل علبة مثلا 3-4 على حسب. باخد بقية التتبيلة بنزل عليها كده زي ما انتوا شايفين، بحط عليها شوية من التتبيلة. تمام. طبعا بطلع العلبة مثلا من الصبح او من بالليل على الرف لحد ما بتفك معايا، وببتدي ان انا ادخلها الفرن. بضيف عليهم كمان ورقتين من اللوري على كل علبة، ورقتين 3 من اللوري وواحدتين من الحبهان. وبكده يكون معايا الفراخ بتاعتي جاهزة. بدخلها بشيلها في الفريزر، بكتب عليها طبعا كل مرة بقول لكم بكتب عليها عشان ما انساش هي دي ايه. بدخلها الفريزر، وقت ما بحتاجها بطلعها تفك. هنا بقى هاجي لاكتر حاجه اتسالت عليها، وهي الاجنحه. بعملها ازاي سواء كنتاكي او مشوي؟ الطريقه دي سهله. او بجيب الاجنحه بتاعتي بغسلها كويس جدا، بتبقى ماسكه في بعضها، بفصلها كده الجناح والدبوس اللي من فوق ده لوحده. وبعدين ببتدي ان انا ابهرها بقى واظبطها. معايا كده زي ما انتم شايفين فلفل حامي وبارد وبصل وتوم وطماطم، باخد كله على بعضه في الخلاط. البهارات بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل وبابريكا ورشة من الزنجبيل والكزبرة الناشفة والكركم. باخدهم كله على بعضه كده زي ما شايفين في الخلاط، ومعاهم نص كوباية من المية وليمونة. طبعا نسيت اقول ليمونة مع الخضار، وبضربهم مع بعض كويس جدا. تمام. وبعدين شكلها بتبقى تحفة، سواء هعملها كنتاكي او هعملها مشوية، هي نفس التتبيلة ما بختلفش عليها. تمام.
شايفين بقى شكل التتبيله ما شاء الله تبارك الله. عايزه اقول لكم لونها وطعمها حلو جدا. ببتدي انزل فيها بقى بالاجنحه بتاعتي، ولازم تكون متصفيه كويس جدا من الميه. تمام. طبعا تقدري تعملي اي كميه انت حباها، كيلو 2 كيلو ونص زي ما انت حابه. بتبلها كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. ومعايا العلبه بتاعتي، العلب بتاعتي هوزعها فيهم. طبعا احنا بنعبي العلب بتاعتنا على حسب عدد افراد الاسره هيكفي قد ايه. تمام. فبعبي كده، بقسم بقى شويه من الدبابيس بتاعه الكتف وشويه من الاجنحه، وببتدي اعبي العلبه، وبضيف عليهم كمان شويه من التتبيله، لان التتبيله طبعا كتير فهوزعها على العلب وعشان تتبل وتبقى طعمها حلو جدا. لو هعملها كنتاكي بطلعها، باخدها على دقيق، ودقيق من عليه نشا ومتبهر بنفس البهارات، وبحطها جواه وبقلي في زيت سخن. هشويها بسيبها تفك، وبعدين بدخلها على شبكة الفرن، وبفرش فويل من تحت، وبشغل عليها الفرن فوق ومن تحت على درجة حرارة 200. بتتشوى معايا بتبقى زي الفل. وقبل ما بطلعها باجي ضايفة فحماية في الدهون اللي نزلت منها، بتوديها في حتة تانية خالص. عبيتهم كده زي ما انتم شايفين 3 علب، وكتبت عليهم برضه عشان ما انساش. جربوا الطرق دي والتتبيلات دي هتعجبكم جدا. طبعا لو عجبكم الفيديو متنسونيش لايك وشير وكومنت حلو زيكم. التتبيلات دي هتفيدكم جدا جدا، هتوفر عليكم الوقت والمجهود سواء في رمضان او غير رمضان. يعني انا دايما بجيب حاجه الشهر مره واحده واتبلها واشيلها كده زي ما انتم شايفين. كل التتبيلات دي ريحتها وطعمها يجنن، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود. لو كل يوم عملتي حاجه هترتاحي بعد كده، خصوصا ان احنا في رمضان عندنا دراسة وعندنا امتحانات، وربنا يعين كل واحد على حاله. وكل سنة وانتم طيبين، واللهم بلغنا رمضان وينعاد علينا واحنا وانتم في احسن حال يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو متنسونيش لايك وشير وكومنت حلو زيكم. دمتم في رعاية الله. باي باي.